السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وسهلا متتبعي قناة تيفي أبدو. كنشكركم على المتابعة ديال الفيديو السابق والتفاعل ديالكم والاقتراحات ديالكم اللي أنا هزيت منه هذا الموضوع باش نهضروا عليه على حساب متطلبات ديالكم. علاش النظام الجزائري متخوف ومرتبك هاد اليامات؟ ما حدو يجري عند جنوب افريقيا يطلبها باش توقف معاه في افريقيا، ما حدو يجري من هنا حتى لايران باش تبقى ايران تدعم بوليزاريو وتدعم كذلك الجزائر. علاش كتمشي من هنا لاوروبا باش تطلب وتزوق الشركاء المغاربه وتغريهم بالغاز غير باش يقلبوا وجههم على المغرب؟ علاش هادشي كامل؟ علاش هاد التلفان كامل اللي وقعوا فيه السي هشام قريحه وسي تبون؟ كما كتعرفوا الجزائر مقبله على الانتخابات الرئاسيه، يعني كلشي تالف، كلشي شاد الارض. السي تبون ما سخاش بالكرسي ديالو، هشام قريحه حتى هو عارف بانه الا طلع شي رئيس اخر غيكون تغيير في جميع المجالات، منه غيبدا منه هو. العسكر هو اللي حاكم، لكن كاينين عساكر اخرين قادمين يعني يقدر يسيروا الامور. هشام قريحه قادت ليه التاريخ، يعني وصل 6 سنين هذه وما بغاش يتفاك مع الكرسي. هذا الشيء كامل اللي وقع للجزائر سببها المغرب، ولكن مؤخرا المغرب كمل الجزائر داك الشيء اللي بقى لها بعد ما وصلوا هذا تقارير ان المغرب دار اكبر صفقه في التاريخ ديال شراء الاسلحه من عند الولايات المتحده الامريكيه. هذه الصفقه فيها تقريبا شي 160 دبابه حديثه الصنع ومتطوره وتكنولوجيه، وفيها بعض المسيرات، وفيها القذائف، وفيها الصواريخ. يعني واحد صفقه كبيره جدا. يعني فين تبان الجزائر ولا فين تبان الصنيعه ديالها بوليزاريو؟ المغرب حاس بانه الجزائر وايران وجنوب افريقيا كيلبشوا على المغرب على الصحراء ديالو، يعني كيشوفوا في الاخر الا ما داروا والو يقدروا ينوضوها مع المغرب، هما ما خاسرين والو، الجزائر ما خاسره والو. يعني ممكن في اي لوقيته يامروا ديك الميليشيا دوك الارهابيين ديال بوليزاريو باش يضربوا المغرب، هما ما خاسرين والو. شكون اللي غياكل الدق؟ هما الاخوان الصحراويين اللي كاينين في المخيمات ديال تندوف. اما المسؤولين ولا عندهم جوازات مزوره ديال اوروبا راه غيديروا اللجوء السياسي ويمشيو الدوار، يقدروا يمشيو لايران، يقدروا يمشيو لاسبانيا، ولا يمشيو اي بلد اوروبي ولا بلجيكا ولا هولندا، ولا يديروا اللجوء السياسي ويبعدوا بعيدا كله عن الحرب وعلى القتال والسلاح. المغرب ما كيخوفهاش هذا الشيء. المغرب عندها الرجال ديالها، عندها جلاله الملك محمد السادس رئيس القوات المسلحه الملكيه ضابط الامور ديالو، هو مراقب الحدود. يعني حتى النمله ما كدوز بلا ما يشوفوها. الحمد لله على نعمه السلم والسلام. لكن في حاله شي واحد داق بالمغرب راه ردوا عليه هذه المره. يعني ما غاديش عفوا ما غاديش يتسال المغرب مع اي تجاوز لوقف اطلاق النار. بعد ما قاموا بعد ميليشيات بوليزاريو في السماره، قلنا هذا الشيء تسجلوا المغرب وقدموا للامم المتحده. مره ثانيه داروا محاوله سجلوا المغرب وجمعوا المعطيات قدموا للامم المتحده. المره الثالثه غيكون عندها جميع الادله والحق باش يدخلوا، وديك الساعه ما كاين حتى شي متابعه قانونيه للمغرب، وما غاديش يكون حتى شي معارض للمغرب ومؤيد لبوليزاريو، حتى شي واحد ما غاديش يشوف هذيك الجزء ديال بوليزاريو انها ضحيه. يعني تسمى بحال داك الشيء اللي وقع فك مخيل دي ميزيك. يعني المغرب مشاو فكهم شرع عليهم، خلاو مع الصنادر ديالهم والفوقيه والزيف. يعني ديك الساعات كلشي كيقول المغرب كيشكر المغرب على الطريقه اللي قدم، يعني طريقه سلميه قانونيه تحقق السلم في المنطقه. الجزائر ناضت المعبر منافس المعبر ديال الكركالات، في الاخر المعبر داز شهرين 3 شهور ما دازوا حتى 200 حافله، وهما كيقول بانه كل نهار كدوز 100 حافله، ولكن كيحسبوه بالحافلات ديال النظام الجزائري. كيديروا الترويج بانه راه هذا العام الفلاحه عندهم تبارك الله، على اساس ان الشتاء كتجي الجزائر كتجي تبطل فوق الجزائر وكطيح الشتاء المغرب وتونس وليبيا والدول الاخرى ما كطيحش فيه الشتاء. يعني كلشي كيهلل الاعلام ديالهم، كلشي كيهلل، كلشي كيقول بانه العام زين والجزائر ما خصها حتى شي خير، والجزائر كتنتج حليب نيدو، فما بقاش محتاجه لا شركه فرنسيه ولا شركه اسبانيه ولا حتى شي شركه. الجزائر كما كتحط في اي خطاب ديالها ان المغرب مطبع، المغرب كيدير علاقه مع اسرائيل وكيدير سميتو، ولكن في الاخر المغرب كيفرق ما بين هذه الامور. في المغرب كنلقاو جلاله الملك هو رئيس لجنه القدس. الا مشيتي لفلسطين وقلت لهم جلاله الملك كيحترموا، كيقولوا راه وقف معنا تيما، وقف مع القضيه الفلسطينيه. ما عمر المغرب خان الدوله الفلسطينيه. وكما قبل ودابا المغرب كيقطع
داكشي اللي كتقترح الامم المتحده هو حل دولتين، يعني ما كاين حتى شي قرار او شي موقف مخالف. والجزائر هي بسلامتها ما كدوج واحد الخبر بانه السفن ديال اسرائيل كتعمر الغاز من الجزائر بثمن باخس، وكتمشي وكتشدها جنرال الجزائر ويديروها في جيبهم، ما كيدوزوا على في تقارير لا حتى شي حاجه. يعني هادشي ما كيقولوش، كيمشيو غير مع جنوب افريقيا اجي نقدموها الطلب الامم المتحده باش ادانه اسرائيل هذا في غزه. يعني هذه غير باش يبانوا بانهم راه واحد الدوله حقوقيه، واحد الدوله كتراعي حقوق الانسان، ولكن دوله لا تعرف لها لا نظام لا حتى شي حاجه، كلشي غادي بالعشوائيه. يمشي رئيس يجي رئيس يدير سياسه اخرى ونظام اخر وموقف اخر، ما عندهمش شي. كيقولوا كمختصر دفتر تحملات دولة الجزائر من هنا ل 2050 من هنا ل 2000 ما عندهمش داك الشيء، عندهم ديك 5 سنين ديال الولايه هي اللي كياخذوها بعين الاعتبار فقط. اذا كنشكركم على المتابعه، ونلتقوا في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.